رسالة للي عمل موضوع الحب بالأرقام ده وخلانا كلنا ماشيين في الشارع بأكواد كأننا بنفك شفرة في مسلسل رأفت الهجان. ايه رأيك بقى ان انت سرق الفكرة دي مننا؟ ايوه، احنا عملنا الفكرة دي قبلك ومن زمان قوي كمان. ده احنا مفيش في حياتنا اكتر من الأرقام. جرب كده تسأل حد انت عامل ايه، لو هو كويس مش هيقولك انا كويس، هيقولك انا 100 فل و14، وفي ناس تانية بتقولها 110. اختصار يعني. ايه رقم 114 ده وايه علاقته بان احنا حياتنا تبقى كويسة؟ ده ليه سبب علمي من ايام المصريين القدماء لما كانوا بييجوا يرسموا البني ادم كامل على جدران المعابد كانوا بيحتاجوا 114 مربع، 19 مربع طول و6 مربعات عرض، وكده يبقى الانسان مرسوم تمام وزي الفل. احنا بقى خدنا الرقم ده وطبقناه على حياتنا لما هي كمان تكون ماشيه تمام وزي الفل. وانا مش عايزه افاجئك بس احنا عندنا ارقام اعتراضيه كمان 60 في 70، ودي معادله رياضيه احنا عملناها للناس اللي مش متربيه ومن ايام المصريين القدماء برضه. بس المره دي بقى لما كانوا بييجوا يرسموا الكلاب على جدران المعابد كانوا بيحتاجوا 60 مربع، وبكده يبقى الكلب مرسوم كامل على بعضه. علشان كده بقينا نقول 60 كلب. امال 70 ده جه منين؟ الكلب كبر لحد ما وصل لنا وبقى 60 في 70. انت بقى بتقلدنا تقليد اعمى. ايه خط التسعميات اللي انت ماسكه ده بيعبر عن ايه؟ دي حضرتك عندنا ارقام اتوبيسات مش ارقام حب.